لسه شاري كمبيوتر جديد، خلال ده هنخليه جاهز ومجهز بكل المواقع اللي هتحتاجها. فعلا هتسهل عليك كل حياتك التقنيه. خليك معايا لان المواقع دي مجانيه وهتحتاجها من اول يوم ليك. اهلا بيك من جديد. انا اسمي سعيد وده اول فيديو لينا على قناتنا التقنيه. هنا بنتكلم ببساطه عن المواقع والادوات اللي هتخليك تستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح. ويلا بينا نبدا باول موقع. اول موقع هيريحك من اكتر حاجه ممله بعد ما تشتري اي كمبيوتر، لا وهي تثبيت البرامج. بدل ما تقعد تنزل كل برنامج لوحده، الموقع ده هيسهل عليك كل حاجه وهيقوم بكل حاجه مكانك. فيلا بينا نخش هنشوف الموقع. تدخل على الانوايت، عدد البرامج اللي هتحتاجها سواء متصفحات او برامج ضغط او لغات برمجه او برامج الاكواد. حدد كل ده واضغط جيت يور ني لايت. خلال دقيقتين بالظبط، خلال بعد ما التحميل ده يخلص ان شاء الله جهازك هيكون جاهز بكل البرامج اللي انت محتاجها واللي انت حددتها. ويلا بينا على اللي بعد كده. وده كان اول موقع. خلينا نروح على الموقع اللي بعده اللي هيوفر مساحة كبيرة على جهازك. فيلا بينا. كلنا بنشتغل على صور بحجم كبير، خصوصا بعد ظهور الذكاء الاصطناعي، وده بيخلي الجهاز ابطأ ورفعه ابطأ. فالموقع اللي جاي ده بسيط جدا وهيسهل علينا الموضوع ده. فيلا بينا نشوف الموقع. ندخل على موقع تيني بين جي. لا اما نيجي نسحب الصورة لا اما نحددها من الملفات. بعد كده ثواني معدودة بالظبط وهتلاقي الصورة حجمها صغر وبنفس الكواليتي تقريبا. يعني نزلها بنسبة 88% حرفيا. حجم الصورة بقى 72 كيلو بايت، يعتبر بنفس الجودة بالظبط، مفيش أي اختلاف. فيلا بينا على اللي بعد كده. وده كان تاني موقع لينا، جاهز بقى للموقع اللي هيغير فكرتك تماما مع التعامل مع الملفات. فيلا بينا نشوف الموقع. اي لاف بي دي اف، هو صديق كل طالب وموظف من دمج وتقسيم وضغط وكل ده اونلاين. فيلا بينا نشوف الموقع. موقع اي لاف بي دي اف فعلا الموقع ده مهم جدا لعشاق البي دي اف، لان فيه دمج وتقسيم وضغط وتحويل ملفات الوورد للبي دي اف والعكس. وفي حاجات كتير كمان تعديل البي دي اف اونلاين. والحاجة الاخطر من كده فعليا هي فتح الملفات وازاي كلمة السر، ده فعلا جنان. يعني لو في ملفات محمية تقدر تفكها وفي ملفات ممكن تحميها وتوقيعها على المستندات. بس أنا في حالتي دي هستخدم الضغط. وبعد كده احددله الملف اللي انا عايز اضغطه. هتلاقي الملف ظهر معانا على طول. تمام. عندنا بقى 3 اختيارات اللي هي اقصى ضغط، متوسط الضغط، اقل ضغط. يعني اقصى ضغط اقل جودة وضغط اعلى، في المتوسط جودة جيدة وضغط جيد، اقل جودة عالية وضغط اقل. خليك دايما في المتوسط، دايما خليك في المتوسط. بعد كده نضغط ضغط بي دي اف، خلال ثواني بالظبط ملف الضغط. يعني عندك اهوت الملف اتحول من 1.16 ميجا بايت ل122 كيلو بايت. لا ده حاجة جنان فعلا. لو في الملفات كبيرة بقى مثلا 1 جيجا او كده، لما تلاقيها نزلت ل800 ميجا متستغربش. لا موقع فعليا خطير. دلوقتي بقى نخش على حاجة مسلية اوي. الموقع اللي جاي ده هيخليك تصمم زي المحترفين حتى لو عمرك ما استخدمت فوتوشوب. فيلا بينا نشوف الموقع اللي بعد كده. كانفا من المواقع اللي مش ممكن تستغنى عنها. تصمم صور، تصمم بوستات، تصمم عروض، او حتى لوجو قناتك. كل حاجه جاهزه بقالب وعدلها بالشكل اللي تحبه. يلا بينا نشوف كانفا. نفتح موقع كانفا ونعمل ساين اب او لوج ان على حسب انت عندك حساب او لا، وفي اكتر من طريقه تسجيل. هنختار اللي تعجبنا وهسجل وارجع لك تاني. بعد ما فتح معانا هنبص في القائمه هنا هنلاقي 3 حاجات مهمين بالنسبه لنا الرئيسيه: المشاريع، القوالب. تمام. فاحنا في حالتنا النهارده هنستخدم القوالب عشان نعمل صمنيل مع بعض. تمام. هنبحث عن كلمة صمنيل، صمنيل يوتيوب. لو جينا نبص هنا هتلاقي في علامة تاج، فدي معناها ان هي الملف ده مدفوع. هنيجي ننزل تحت هتلاقي مشاريع كتير ما شاء الله، الناس مبدعة جدا، ما شاء الله الناس مبدعة فيها. فانا في حالتي هختار صمنيل ديت واعمل تخصيص هذا القالب. هيفتح معايا القالب في تاب تانية. اما عاوز اعدل اي حاجة بضغط عليها دبل كليك
وبعدل اللي انا عايزه. انا عايز اعدل التكست دلوقتي، فبضغط عليه دبل كليك وهيتعدل معايا واكتب اللي انا عايزه. بعد كده لو عايز اعرف اي حاجه بقف عليها وبسحبها في المكان اللي انا عايزه، سواء اي حاجه في التصميم، حتى الراجل نقدر نحركه. فانا في حالتي ديت انا همسح الراجل ده واحط صورتي. من تحميلات نختار تحميل ملف. ملحوظة في كانفا مزيل الخلفيات مدفوع، فاحنا بنستخدم مواقع خارجية لإزالة الخلفية، وده نشرحها في أي وقت تاني. خلال ثواني هتلاقي الصورة نزلت معانا. نكبر حجمها على المقاس اللي احنا عايزينه. ونظبط صورتنا في المكان اللي احنا محتاجينه. لو عاوزنا نعدل أي حاجة سواء من التكست أو من الحاجات اللي موجودة. وبعد كده خلاص نروح على كلمة مشاركة ونضغط تنزيل، ونختار نوع الملف اللي احنا محتاجينه، سواء PNG او JPG او ايا يكن نوعها او PDF حتى، وبنضغط تنزيل. خلال ثواني هنلاقي الصورة جاهزة ان شاء الله. خلال دقيقتين صممت الصورة المصغرة دي للفيديو. كل ده مجانا. فضل معانا اخر موقع، وده الموقع اللي فعلا غير طريقتي في شغلي تنظيم يومي. فيلا بينا نشوف الموقع اللي بعده. موقع نوشن من تنظيم افكار مهام مشاريع. كل ده هتلاقيه في موقع واحد. تقدر تكتب كل ملاحظاتك، تعمل خطط اسبوعيه، او تتابع شغلك كله في صفحه واحده. فيلا بينا نشوف موقع نوشن. ندخل على نوشن، نعمل لوج ان او جيت نوشن فري اللي هو ساين اب. في حالة هعمل لوج ان. بعد ما الموقع يفتح معايا هعمل نيو بيج. الحلقة دي هنستخدم التمبلتس، وفي حلقة تانية هنبقى نشرح تفصيلي للموقع. فنختار التمبلت اللي هتليق معايا. فانا هختار الهابت تراكر. شوفها الاول للعادات اليومية. هنا الهابت اللي هي ليست الحاجات اللي هتعملها في يومك. وهنا تشيك ليست، حاجات كتيرة يعني ممكن تلاقيها جوه الموقع. طبعا الموقع مش مختص بس على الحاجات دي، لا انت هتقدر تبدع، ممكن تنظم شغلك هنا، ممكن تعمل حاجات كتير، ممكن تكتب محتوى اليوتيوب، ممكن تعمل اكتر من حاجة هنا، مش شرط حاجة معينة. ثواني وهيبدأ يتحمل معانا. بعد كده التمبلت نزل معانا. اهم حاجة ان هو برايفت، ولو عايز تعدل اي حاجة بتضغط عليها دبل كليك وتغير اللي انت عايزه. انا في حالة هغير بس الساعات ديت. تمام. وبعد كده نعمل تشيك ليست على اي حاجة احنا عملناها. تمام. في اكتر من حاجة في الموقع طبعا، حاول تستكشف بنفسك وبس كده. الميزة الجميلة انه مجاني وسهل لاي حد اول مرة يستخدمه. اظن كده ما عندكش حاجة تنظم وقتك وافكارك وشغلك. وبكده خلصنا 5 مواقع اساسية لاي حد شاري كمبيوتر جديد. قولي في كومنت ايه اكتر موقع فيهم هيفيدك وعجبك.